اقسم بالله يا جماعة ما بعمل ترند. إنا لله وإنا إليه راجعون في وفاة كابتن أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي فيوتشر. الفيديو ده موجه باسم كل المصريين لكابتن هيثم عرابي، كابتن نادر شوقي، كابتن إبراهيم فايق. حق كابتن أحمد رفعت في رقبتنا احنا كلنا ليوم الدين. أرجوكوا وصلوا الفيديو ده لأكبر حدود. وصية كابتن أحمد رفعت، آخر كلام قاله كابتن أحمد رفعت على اللي حصل له، حق في رقبتنا. وأرجوكوا اطلعوا اتكلموا، اطلعوا عرفونا الحقيقة ومين الناس دي، أي من يكن مرتبتها إيه ومسؤولين عن إيه. إن اللي حصل كبير جدا جدا. كل حاجة في إيد ربنا، ولكن في أسباب وإحنا بنتكلم عن الأسباب. ده لاعب لبس تيشيرت مصر، لاعب شال تراب بلده ولعب باسم بلده، وكلنا دلوقتي بنطالب بحقه، بنطالب بالحقيقة، ومش هننام ومش هنسكت ومش هنتكلم في أي حاجة غير كابتن أحمد رفعت. الله يرحمه ويصبر كل الأسرة وكل الأصدقاء وكل المصريين والوطن العربي، لأني قلوبنا كلها اتهزت من لاعب ذو أخلاق. عمرنا ما سمعنا عنه مشكلة لا في أهلي ولا في زمالك. عمره ما صوته علي ودايما كان مركز في شغله وبس، وعمرنا ما سمعنا عنه أي مشكلة لا مع نادي أو زميل أو غيره أو غيره. عشان كده احنا موجوعين. لاعب في عمر 30 سنة، طبعا الأعمار في يد الله، والموت ده ما بيناديش ولا كبير ولا صغير. دي حاجات احنا كلنا معترفين بيها ومؤمنين بيها قدام ربنا. لكن انا بتكلم عن الاسباب. ان شخص زي ده انا ممكن ابقى مكانه، انت ممكن تبقى مكانه، ممكن ابنك يبقى مكانه، ممكن اخوك يبقى مكانه. كلنا احمد رفعت، وكلنا لازم نفهم ونتعلم من الدرس، وكلنا لازم نتكلم. يا كابتن ابراهيم فايق، يا كابتن هيثم عرابي، يا كابتن نادر، ساكتين ليه؟ مستنيين ايه؟ كل مصر بتنادي عليكم دلوقتي، كل مصر بتطلب منكم دلوقتي. الحمد لله اكبر اعلامي دلوقتي في مصر كابتن ابراهيم فايق، معروف عنه الحيادية، معروف عنه ان ما بيرضيش حد على حساب حد، وبتخاف ربنا يا كابتن ابراهيم. وكلنا على يقين انك مش هتسكت، بس عايزين نعرف الحقيقة. يا كابتن هيثم انت هتراعي شغلك وهتراعي ضميرك وهتطلع تتكلم. كابتن نادر شوقي، دي حاجة كلنا مستنينها منكم. احنا المصريين، احنا اخوات احمد رفعت، وانا بعتبر نفسي يوتيوبر رياضي، وده شغلي ومجالي، وده من حقي ان اطالب بجزء من محتوايا وشغلي، جزء من بلدي ووطنيتي، جزء من اخويا وحبيبي وصديقي كابتن احمد رفعت. ربنا يرحمه ويصبر اهله ويصبرنا على فراقه، لانه فعلا اثر وهيأثر فينا. يا ريت الفيديو ده يوصل في اسرع وقت، وانا متأكد ان دايما المصريين في الشدة كلنا واحد، دايما اخوات وفي ظهر بعض وملناش غير بعض. وفي نهاية الفيديو لوجه الله، لوجه الله ومن اجل كابتن احمد رفعت ربنا يرحمه، لو اي حد زعلان مني فانا بتأسف له، ولو انا زعلان من اي حد والله العظيم ما في
في قلبي اي حاجة ومسامحه لوجه الله. واخيرا يا ريت نترحم على وفاة كابتن احمد رفعت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سلام عليكم.